سيد بوجمع، المملكة العربية السعودية تمارس ضغطا على الدول التي لا تؤيد سياستها ومن بينها الجزائر. كيف تعلقون على التحركات السعودية الرامية للضغط على الجزائر عبر دعم خيار المغرب في قضية الصحراء الغربية؟ تقارب كبير تشهده الرياض والرباط خلال الفترة الأخيرة، حيث ستستفيد المغرب من مشاريع سعودية مقابل تطبيق أجندة تحمل في طياتها محاولة للي ذراع الدبلوماسية الجزائرية في عدد من القضايا. التقرير لمحمد سعداوي. تقارب سعودي مغربي يمهد الطريق لانضمام الرباط لمجلس التعاون الخليجي بصفة ملاحظ، عنوانه صفقات وهبات بملايير الدولارات. الدعم السعودي لنظام المخزن أخذ أشكالا متعددة، استثمارات مباشرة وغير مباشرة، لكن الشيء المثير هو دخول الرياض على خط استفزاز الجزائر عبر إعلان توجهها لاستثمار أموال ضخمة في المدن الصحراوية المحتلة. والآن مشاهدينا إلى وقفة مع الحدث نتناول فيها الجدل بين الجزائر والسعودية على إثر تصريح السفير السعودي في المغرب بشأن الصحراء الغربية، إذ قال أن بلاده تحترم الوحدة الترابية للمغرب في إشارة للصحراء، ما استدعى تساؤلات وانتقادات في الصحافة الجزائرية. وطبعا للحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو زميل وسيم الأحمر. وسيم، برأيك لماذا يثير تصريح السفير السعودي هذه الانتقادات من جانب الجزائر؟ يعني تعرفين أن قضية الصحراء الغربية تثير حساسية مفرطة في الجزائر، أنه غالبية مشتريات المغرب في الأسواق الأسلحة منذ 75 إلى يومنا هذا كانت تدفع كاش، يعني نقدا من طرف السعودية. kilómetros y esperan ahora la orden de su rey para seguir adelante, con el Corán en la mano como única arma. Durante 24 horas el gobierno español cree que el rey de Marruecos ha aceptado de alguna manera una especie de acuerdo tácito, que la Marcha Verde entre unos kilómetros.